بص يا عوضين، خش لنا بمقدمة نتفليكس المصرية. تجار لحوم البقر، تجار لحوم البشر. ها واحنا عشان كده لو شاف عيون مش هنخسر بعض على صينية كيكة. انا نعمة الله وقدرت عليا. حلو كده، نقلب تاني. حلو كده. ازاي يخش خنجرين في بطنك وتتكلمي وتقولي انا نعمة الله؟ انا نعمة الله. ده انت المفروض تقولي انا هموت واتكل على الله. تتكلموا في خنجرين في بطنها يا جماعة. الموهبة الثالثة. بص، هو اطول تحدي واوسع تحدي في التاريخ. تمام، احنا جايين عاملين ايه؟ عد عندك ثواني، عد عندك المايك. لو كمان ايه ده ممكن ايه ده انت شكلك متاح للجميع. بصوا حال الشباب وهم هيتفرجوا عليكي كده. بس انا احب اطمن الشباب واقول لهم ما تقلقوش، الكل هيتراضى بس واحد واحد. انت بقى اللي عايزه خنجرين في بطنك. المهم نيجي بعد كده للفقره رقم 3. اطلع لي مش شايفاك، اطلع لي وهتحداك، قدامي ومش حاساك، خليك عندك هناك. اطلع لي مش شايفاك، اطلع لي وهتحداك، قدامي ومش حاساك، خليك عندك هناك. شايفين يا جماعه رقه الكلمات؟ اطلع مش شايفاك، اطلع لي مش شايفاك. يا ست الدنيا برد وخليه ينام تحت البطانيه. بنعلم الرجاله حاجات ما بيعرفوش يعملوها. بص مش عايزك تتكبر عن نصيحة وتعمل نفسك فاهم كل حاجة. هات ورقة وقلم واكتب وراي. لما مراتك تبقى لابسه اي حاجه جديده، مغيره لون شعرها، اي حاجه بقى، طرحه، سلسله، اي حاجه، تي شيرت، اي حاجه، تقول لها ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، ايه القمر ده. ايه ده؟ بس النصايح دي معروفة من ايام الفراعنة. لا انا هقولك على حاجة، غير انها معروفة في ايام الفراعنة، انا فعلا لو قلت لمرتي ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي يبقى كده تطبيل. ترد وتقول لي طب ما ده كده يبقى تطبيل. اقول لك طبل لها، يعني ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ معقولة؟ فهمتك، يعني انا اطبل لها وهي ترقص. بس على فكرة ده بيرقص عشان الفلوس. انا هقولك على حاجة، انا خايف بعد ما اطبل لها هي تندمج وتغني نهار النيلين للصبح يلين وامان ما تمشي. بس وقف وقف كده. بص هقولك على حاجة، الرجالة اللي بتتفرج علي لو هتعمل بنصيحتها وتقول لمرتك انت حلوه وايه الجمال ده، ما تقولهاش كده بالليل. هوي حبيبي. يا ابو العم خليك في النهار اضمن، بدل ما تديك ليله ما يعلم بيها غير ربنا. للصبح يلين. بس انا عارفكم مستغربين ليه؟ هو كده. هي النصايح كده يا جماعه، ما عندناش غير النصيحه دي نعمل لكم اياها فعلا كما قال الشاعر. نصيبها كده، الحلوة كده، بختها مايل، يا تتخزوق يا تتطلق يا تتخان، والبخت والسعادة للكشرة المعفنة ام سنان. لاحظي ان كلامك جارح. ايوه كلامك جارح. يعني ايه دلوقتي شعور المعفن ام سنان لما تشوفك؟ هيحبك على يا حلتونك. لا كده ام سنان هتزعل. المهم يا جماعه، انا عايز اقول للناس اللي بحبهم، اللي بيعملوا لي لايكات وكومنتات، اللي بحبهم اقول لهم الرساله دي. احب اقول لكل اللي بحبهم اطلع متدلع. ده انت اللي متدلع. بص هقولك على حاجه، هتتدلعي ما هتتدلعيش، انت اخرتك 3 حاجات، يا تتخزوق يا تتطلق يا تتخان. بالظبط كده. المهم يا جماعه نيجي لاخر حاجه في الحلقه عشان ما نطولش عليكم. سؤال الحلقه، يا ترى اسم معاذ بالزين ولا بالظاء؟ معاذ، عايزة اسألك سؤال، هو انت معاذ بالزين ولا بالظاء؟ بصراحه
انا لو جاوبت عليكي اليوتيوب هيصنف الفيديو بتاعي على انه قليل حياة. علشان كده انا مش هجاوب عليك، هخلي الناس تكتب في الكومنتات وتجاوب عليك. الراجل اللي اتجوز 2 اللي يتجوز 2 يا قادر يا فاجر. بالظبط، خاصة لو كانت الجوازة الأولى زي كده بالظبط. بقى بقى لا بقى، ده انتوا مش واخدين بعض عن حب، انتوا واخدين بعض عن وكل بالشطة الجديدة. بس يا جماعة العيب مش عليهم، العيب على المعازيم عشان مشغولين عنهم. يعني مثلا واحد كان معزوم وكان هيعمل كده. يا حاج اهدى شوية، ده كانت بنتك دي اللي هترقص معاها. وعلى سبيل المثال المطرب اللي كان بيغني في الفرح كان بيغني كده: تجي انا وانت نركب البي ام، تجي انا وانت نشرب البي ام، تجي انت وانا على الواتساب والزنجر، تجي انت والبي ام، تروح انت وانا نلعب بالام بي ام، تجي انت وانا نلعب بالام بي ام، تروح وانا تجي بالام بي ام، تجي انت وانا تروح بالبي ام، تجي جد انا وتروح انت والبي ام، تركب التاكسي ونروح السوق، تجي انت وتروح شلون هي شلون، تجي انت وانا نركب الحصان، نركب البي ام. يا عم بالراحة كده وفهمني، سيبك من البي ام، انت عايز تروح فين؟ السوق. يا عم بلاش البي ام، طيب روح السوق بالتوك توك. طب بص، انت يعني عايز تلعب، لو عايز تلعب ايه؟ تروح انت وانا نلعب يا عم انا مش فاهمك والله، انت على فكرة انت اكيد مش فاهم نفسك. تجي انت وانا نركب طيب بص يا جماعة، الراجل ده عايز حد يضربه عشان يفوقه من التوهان اللي هو فيه. هجيب لكم واحد بعضلات عشان يضربه. يا عم اضرب وخلص، انت لسه هتفكر. وطبعا يا جماعه اخر حاجه دلوقتي هنجيبها لكم النكته دي. اتفرجوا عليها، هو عوضين اللي جايبها معانا في الحلقه. انا كده خلصت كل الفقرات. ما تنسوش يا جماعه اللايك والكومنت بيرفع الفيديو. هنسيبكم مع النكته، ولو اول مره تشوف تشترك في القناه وفعل الجرس. وكنتم مع مستر سيد. واحد اتجوز 3، واحده دكتوره وواحده محاميه وواحده مدرسه، فطلق الدكتوره والمحاميه. فالناس قالوا له ايه ده، هو انك تطلق الدكتوره والمحاميه؟ قال لهم اسكتوا، كل ما اقول للدكتوره هاتي بوسه تقول له ايه، روح عقم بقك، وكل ما اقول للمحاميه هاتي بوسه تقول له ايه، روح استأنف. قالوا طب والمدرسه؟ قال لهم المدرسه كل ما اقول لها هاتي بوسه تقول له ايه، خطأ ويعاد، خطأ ويعاد، خطأ ويعاد.